تخيل إنك محقق جنائي داخل مسرح جريمة في كل حاجة بتقول إن القاتل كان هنا. الدم لسه دافي والبيت متبعتر أو مكركب والضحية راسها تقريبا متكسرة نهائي. بس لما بتبدأ تدور بتكتشف إنك مش قدام إنسان، أنت قدام فراغ، حاجة فاضية، لا بصمة صباع ولا بصمة إيد ولا حتى شعراية وقعت ولا نقطة عرق واحدة في المكان ولا حتى أثر أقدام على السجاد. لا، والأرعب من كده إن القاتل بعد ما خلص جريمته الوحشية دي جاب ستارة وغطى الجثة بكل هدوء كأنه بيحبها أو بيحترمها. بس هنا السؤال، إزاي جريمة تحصل وسط ناس بيحتفلوا برأس السنة وتفضل لغز عجز عنه العلم لمدة 50 سنة؟ أهلا بيك يا صديقي في قصة إستر سوبر، الست اللي قتلتها الطاعة ودفن سرها الغموض. فمن غير كلام كتير، أنا أمين أشرف ودي حضرة نص الليل. قصتنا بتبدأ في مدينة بليموس الإنجليزية، وتحديدا في حي اسمه حي موتلي. الحي ده كان مشهور عنه إن هو حي هادي مفهوش زحمة كتير، بس كان في شارع اسمه شارع ترايماتون تراس، وده كان شارع من النوع البيوت فيه شبه بعضها والكل عارف بعضه. لكن كان في بيت برقم اكس كان فيه سر مخفي. البيت ده بقى كانت عايشة واحدة ست عندها تقريبا من 50 ل 51 سنة، كان اسمها إستر سوبر. إستر يا صديقي ما كانتش ست عادية، هي كانت ظل بعد ما جوزها مات والدنيا اسودت في عينيها، وبدل ما تخرج للنور هي عملت العكس، هي دخلت في نفق طائفة إخوان بليموس المنعزلين. والطائفة دي باختصار يا صديقي دي مش مجرد جماعة دينية، دي مجرد منظومة عزل. قوانينهم بتقول ممنوع تتكلم مع حد من بره وممنوع تخالط حد سابنا حتى لو كان من دمك. بس بسبب القوانين دي بقى استر تقريبا عملت اعدام اجتماعي لنفسها، قطعت علاقتها ببنتها الوحيده وشافتش ابوها من تقريبا 15 سنة. تخيلوا الأسوأ، ست عايشة لوحدها تماما، لا تليفونات ولا زيارات ولا جيران بيخبطوا عليها يطلبوا أي حاجة أو حتى يودوها. جدران بيتها كانت هي حدود العالم بتاعها، واجتماعات الطائفة بتاعتها كانت هي الهوى اللي بتتنفسه. الست دي يا صديقي كانت ميتة رسميا بالنسبة للمجتمع ده قبل ما هي تتقتل فعليا. وعلشان نوصل ليوم 1 يناير سنة 1976، الدنيا كانت وقتها شتاء والبرد كان في انجلترا حرفيا ممكن يكسر العظم، والعالم كله كان بيحتفل ببداية السنة الجديدة، صوت الضحك والبيرة في كل مكان. لكن في بيت إستر كان في تغيب غريب محدش عارف سببه. إستر يا صديقي عمرها ما فاتها اجتماع ديني، لأن ممكن نقول إن دي حياتها الوحيدة. لكن لما هي غابت الليلة دي، 2 من أعضاء الطائفة حسوا إن كان في حاجة غلط، لحد ما الساعة دقت 9 بالليل وتخبط على بابها، لكن هي ما كانتش بترد. جربوا إن هم يفتحوا الباب، والغريب إن الباب اتفتح، وأول ما دخلوا ريحة الموت كانت مالية المكان. علشان يلاقوا عند مدخل الصالة إستر مرمية. المشهد يا صديقي ما كانش محتاج خبير علشان تعرف إن هو بشع، لأن للأسف الجمجمة كانت متهشمة تماما والدم كان مغرق السجاد. لا، والأغرب من كده إن رقبتها كانت ملفوف عليها شرابها وكانت مخنوقة بيه بكل قوة. لكن كان في تفصيلة مرعبة شوية لفتت نظر الناس اللي دخلوا دول. القاتل ما سابش الجثة كده، القاتل جاب ستارة من البيت وفردها على الجثة وغطاها. الحركة دي يا صديقي في علم النفس الجنائي ليها معنى واحد بس، والمعنى ده هو إن القاتل يعرفها جدا ومش قادر يبص لنتيجة اللي هو عمله، أو إنه بيحاول يكرمها بطريقة مريضة شوية علشان توصل الشرطة لمكان الجريمة. ولما الشرطة وصلت، المحققين افتكروا إن ده سطو مسلح، لأن الأدراج مفتوحة والهدوم كانت في كل مكان والبيت كان مقلوب عليه وطين. بس لما بدأوا يحاصروا الممتلكات حصلت الصدمة، الذهب موجود، الفلوس في مكانها، المقتنيات الغالية أو الحاجة الثمينة محدش لمسها. إذا القاتل ما كانش حرامي، القاتل كان بيدور على حاجة تانية، ممكن ورقة أو اعتراف أو صورة، أو يمكن كان بيعمل الفوضى دي علشان يضلل الشرطة ويخليهم يفتكروا إن دي محاولة سرقة. لكن القاتل ما كانش مستعجل، بالعكس ده كان عنده وقت يقلب البيت ووقت يقتلها بطريقتين، ضرب وخنق، ووقت يغطيها بالستارة. ده قاتل باله طويل أوي بصراحة. لكن أثناء ما الشرطة كانت بتحاول تدور في حياة الست دي، لقوا خيط غريب جدا، ولقوا إن قبل الجريمة بكام يوم كان في راجل كلم إستر في التليفون وسمى نفسه باسم كليفورد سباركس. المهم الراجل ده قال لها إن هو مهتم إن هو يشتري البيت لأنها كانت عرضها للبيع، وحدد معاها ميعاد علشان يزورها يوم رأس السنة بالليل. الشرطة قالت خلاص احنا تقريبا مسكنا القاتل، لحد ما دوروا في كل سجلات انجلترا على حد بالاسم ده، وفعلا استجوبوا تقريبا 9 رجالة اسمهم كليفورد سبارك، والنتيجة هو مفيش أي حد الاسم ده
ملوش وجود اصلا، مفيش سجل ضريبي ومفيش رخصة سواقة ومفيش أي حد يعرف الشخص ده مين. وده معناه إن القاتل كان مخطط بذكاء شديد جدا، اختار اسم وهمي واختار ميعاد الكل فيه مشغول بالاحتفالات بتاعة رأس السنة، ودخل البيت بموافقة إستر نفسها، لأن إستر ما كانتش متوقعة أو ما كانتش بتفتح الباب لأي حد غير إلا لو في سبب زي شغل أو أي حاجة تانية زي بيع البيت. الشرطة بقى يا صديقي لما دخلت البيت وشافت الجثة اكتشف إن هو ضربها بإزازة عصير تفاح. اشمعنى عصير التفاح بالذات؟ وهنا يا صديقي الإجابة بتكون في الطائفة اللي إستر فيها، لأنها هي بتحرم الكحول تماما، والقاتل ما خدش معاه سكينة ولا مسدس، هو استخدم حاجة من جوه البيت، إزازة عصير تفاح، حاجة بريئة جدا اتحولت في إيد القاتل لأداة قتل حطمت دماغ الست دي. وهنا في ناس بتقول إن استخدام السلاح ده بالذات هو رسالة سخرية للطائفة دي، أو إن القاتل واحد منهم وعارف إن البيت مالوش غير النوع ده من المشروبات. وهنا الشرطة الإنجليزية يا صديقي عملت مجهود جبار، سألوا تقريبا 33 ألف شخص وعملوا آلاف التحريات وفحصوا كل منبوذ من الطائفة دي وكل غريب لإستر وكل قريب، بس الحقيقة كانت بتهرب منهم. القاتل للأسف ما سابش وراه بصمة صباع واحدة وما كانش فيه أي أثر يدل على دخول بالعافية. علشان سنة 1997 لما ظهرت تقنية الدي ان ايه المحققين فرحوا جدا وجابوا الستارة وإزازة العصير وشراب الضحية وبعتوهم للمعمل، لكن النتيجة كانت صادمة، مفيش دي ان ايه غير بتاع القاتل بقى كان لابس جوانتيات ولا كيان ملوش اي اثر بيولوجي. الفرضيات المرعبه هنا يا صديقي بتقول مين القاتل طيب، لان مين القاتل ده علشان تظهر الفرضيه الاولى وتقول ان هو طعنها من الداخل كتير، لان كتير من المحققين بيعتقدوا ان القاتل واحد من الاخوان دول، وممكن استر شافت حاجه ما كانش لازم ان هي تشوفها او خلفت قاعده سريه وعقوبتها كانت الموت، لان الطوائف دي يا صديقي بيبقى ليها اسرار مظلمه، والقتل هنا كان تطهير مش جريمه عاديه. والفرضيه الثانيه هو الانتقام الشخصي. العنف المفرط يا صديقي هو كان موجود في الجريمه دي عباره عن خنق وضرب وتهشيم، وده بيقول ان في غل، وممكن ان هو يكون حد من اللي استر قطعت علاقتها بيهم بسبب الطائفه دي، حد فضل شايل منها سنين وقرر انه ينهي حياتها في ليله ان المفروض الكل فيها يبدا حياه جديده. وعشان نوصل للفرضيه الثالثه اللي هي كليفورد سبارك الشخصيه الحقيقيه، ممكن يكون القاتل سفاح متخفي بيراقب الستات الوحيدين اللي في السن ده، وعارف ان استر فريسه سهل لان محدش هيسال عليها اصلا، ودخل باسم وهمي ونفذ جريمته كاملة اللي ما كانش فيها غلطة واحدة. ودلوقتي يا صديقي فات تقريبا 51 سنة أو 50 سنة وإستر سوبر بقت مجرد ملف بارد في أرشيف شرطة بليموث، والقاتل غالبا دلوقتي تحت التراب، خد سره معاه للقبر وصعد للي خلقه، والبيت اللي حصلت فيه الجريمة دي اتسكن وناس تانية دخلت وخرجت منه، والشارع لسه هادي زي ما هو. لكن السؤال اللي بيفضل موجود في القصة دي ازاي إنسان يقدر يرتكب جريمة بالوحشية دي وبكل الهدوء ده ويختفي كأنه ما جاش؟ وبس كده يا صديقي، ده كان اللي عندي النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه لو الفيديو عجبك، ما تنساش تكلمني على الانستجرام لو عندك اي تعليق على الفيديوهات او حابب نقول اي قصه جديده. مستنيكم طبعا في دعمكم الفيديوهات الجايه. بس كده كان معكم امين اشرف، اشوفكم الفيديو الجاي.